هذا الشباب، هذا الجيل العظيم الذي أنتمي إليه وأفتخر بهذا، أسقط نظام أنهى به عصر ظلم وفساد واستبداد، وما لبث أن أسقط نظام آخر أشد ضراوة أنهى به مخططات ومؤامرات كادت تمزق هذا الوطن. إن هذا الشباب العظيم، وإن كان الأمر ليس بيديه، فقد أصبح عنده لبس كبيرا في المفاهيم الحقيقية للقيم: الحرية والديمقراطية والعدل وتقبل الآخر بلغة الحوار. وأصبحنا نختلف ونتباين في تفسير مفاهيم هذه القيم، إلى أن وصل هذا الاختلاف إلى كلمة الوطن، وأصبح منا لا يدرك أن ما يفعله بقصد أو دون قصد يقف أمام مستقبل هذا الوطن. والأسوأ أنه يوجد منا من يصدق هذا ويقتنع به. فكان علينا أن نكون هنا اليوم نعلن عن شباب يدرك المعنى الحقيقي للمسؤولية الوطنية وتحملها، يدرك المعنى الحقيقي للحظات التاريخية التي تمر بها مصر، يعلم أنه ينتمي إلى حضارة وماضي عريقين، وأنه أمامه مستقبل مليئا بالتحدي للتقدم والازدهار. الجمهورية للشؤون السياسية والاستراتيجية دكتور مصطفى حجازي. عن أي تعليم سنتحدث؟ عن أي مدارس سنتحدث؟ هل إصلاح التعليم يكون من خلال مراكز الدروس الخصوصية؟ فلنواجه أنفسنا بهذا الأمر، ولا من خلال مدرسة بها يوم دراسي كامل، بها يوم دراسي يتعلم فيه الطالب الذي غرب الآن عن وطنه يعني إيه تحية علم، ويعني إيه حصة موسيقى، ويعني إيه رسم في حصة رسم زي ما أنا رسمت وأنا طفل حاجة اسمها حرب أكتوبر ونصر أكتوبر، لا زلت أتذكرها بكثير من الفخر. كيف يوجد هذا البناء النفسي لهذا المواطن اللي هو يتمنى في وقت قريب جدا أن يكون في مكان قيادة وهو سنه 20 سنة و25 سنة كما نتمنى. هذه القضايا التي يجب أن نتحدث عنها وبقدر كبير من المواجهة. طيب، إيه اللي يمنعنا في الحديث عنها الآن؟ الحقيقة هو إن لفترة طويلة جدا كان هناك وضع تقليدي في مصر، وكانت هناك مفاهيم تقليدية في مصر، وكان هناك وسائل ومفردات تقليدية للتعبير عن هذا الوضع. الغريب أن هذا الوضع تغير. نحن في لحظة استثنائية بكل المقاييس، نحن في لحظة غير تقليدية بكل المقاييس. المفاهيم تغيرت. كان لدينا قبل 25 يناير أو في لحظة 25 يناير كما أقول، كان لدينا ثلاث ثلاثية كده، كان لدينا ثورة ودولة ونظام. الثورة كانت رغبة حضراتكم في تغيير جذري في طبيعة حياتنا، رغبتنا جميعا في حياة أفضل ولكن بشكل مختلف اختلافا جذريا عما حيناه. وكان هناك دولة بمعنى مؤسسات لهذه الدولة هي الشرطة والجيش والأزهر والبيروقراطية المصرية والإعلام المصري إلى آخره. وكان هناك نظام. في هذه اللحظة أراد هذا النظام أن يقتل هذه الثورة إلى حلم التغيير باسم الدولة، ولم يفلح. ثم جاء علينا ما قبل 30 يونيو تنظيم يحكم، وكان هذا التنظيم في وسط نفس الثنائية القديمة، وهي ثورة ودولة، مؤسسات. نحن جميعا نعرف أنها تحتاج قدر كبير من التغيير، قدر كبير من التطوير، قدر كبير من إعادة ليس فقط الهيكلة ولكن إعادة توجيه فلسفتها إلى المستقبل بشكل أفضل. جاء هذا التنظيم أراد أن ليس فقط يقتل الثورة، أراد أن يقتل الدولة باسم الثورة. ذهب النظام وذهب التنظيم، وبقي لنا ثنائية متمثلة فينا كثورة بمعنى الرغبة الحقيقية في التغيير الجذري، ومؤسسات دولة تحتاج أن تصل إليها أو يصل إليها هذا الفكر الثوري بمعنى التغيير الجذري في فلسفتها وفي طبيعة عملها لكي تستطيع أن تقدم لنا حياة أفضل نستحقها جميعا. حين نتحدث عن ثورة الآن، المطلوب ان احنا نكون فاهمين ان الفعل الثوري بمعنى انهاء نظام سياسي او تنظيم سياسي كان يقف حجر عثرة بيننا وبين مستقبلنا، هذا الامر انتهى.
ولكن بقي لنا بقية تعريفات الثورة، وهي الأخطر والأعمق، ما يسمى الثورة المجتمعية أو الاجتماعية. إعادة تأهيل علاقتنا بأنفسنا، إعادة تطهير أو إقامة أصول الثقة بيننا كمجتمع. إحنا مجتمع عاش لفترة طويلة مبدد، عاش لفترة طويلة في روافد جانبية، عشنا لفترة طويلة كثير منا فكرة الوطن كانت مختزلة، يا إما في مسجد، يا إما في كنيسة، يا إما في جماعة، يا إما في تنظيم، يا إما في عيلة، يا إما في عمل. في يناير في يوم رجع مرة ثانية أصبح لنا تعريفا واحدا للوطن اسمه مصر، ولكن نحتاج إلى عمل جاد جدا لكي نستطيع أن نقيم أصول ثقة بيننا وبين أنفسنا وبيننا وبين مؤسسات الدولة التي نبنيها على هذه الثقة لكي نستطيع أن نتحرك تجاه هذا المستقبل. أصبح لزاما علينا أن نتحدث عن ثورة قيمية، فكرية، مجتمعية، إنتاجية، اقتصادية. ثورة بمعنى التغيير الجذري في طبيعة الحياة وفي مستوى الحياة الذي نستحقه. هذا الجزء هو الجزء الذي لا يتحدث عنه أحد. هو الجزء ده غير التقليدي، ده الجزء الجديد الذي جد علينا بعد 25 يناير. بقي لنا جزء تقليدي يريد لنا البعض أن نبقى مرتهنين فيه وأن نبقى محتكرين في هذه المساحة، وهي مساحة الصخر أو الاحتجاج أو الرفض دون تقديم بدائل، أو أن نحول فكرة الاختلاف في الرأي إلى نوع من أنواع المشاكسة أو المناكفة، أو فقط فكرة التململ الدائم وعدم الاتزان الدائم وعدم الاستقرار الدائم. استخدام حرية الرأي والتعبير ضرورة ضامنة لئلا يعود القهر مرة أخرى، ولكن كما أن حرية الرأي والتعبير هي حق، وكما كان هناك سلطة فيها تعسف في استخدامها، يوجد تعسف في استخدام الحقوق أيضا. في راجل شهير قوي اسمه تشارلز ديكنز كتب رواية اسمها قصة كلمتين، فأنا على يعني نفس الوزن بقول هناك قصة تعسفين. هناك تعسف كان في استخدام السلطة، وهناك تعسف الآن من البعض في استخدام الحق. لا هذا يستقيم ولا هذا يستقيم. لن يكون شكل المستقبل به تعسف في استخدام سلطة ولا تعسف في استخدام حق. ما يجري في جامعاتنا الآن هو جزء لا يعبر عن حقيقة التيار الرئيسي في هذه الجامعات. التيار الرئيسي في هذه الجامعات الأقل صخبا والأكثر حكمة والذي يتوجه تجاه المستقبل هو لا زال لديه عمل كثير وكبير. عن أي مستقبل للتعليم والعمل نتحدث، ولكن هو الأقل صخبا، ويراد له أن تختزل كل حركته وأن يصادر مستقبله من مجموعة لها الحق في التعبير عن رأيها، ولكن ليس لها الحق في التخريب باسم هذا التعبير. أنا هسوق لحضراتكم مثال حدث في إنجلترا، وأنا كنت هناك من حوالي يومين، على فكرة علاقة الجامعة بالطلبة وفكرة التعبير عن الرأي بحرية. طالبة في جامعة لندن، في يونيفرسيتي اوف لندن، سموها في الجرايد يعني وهي اتكلم عنها بعد كده، هي أخذت حكم 6 شهور، وبيسموها ذا تشارتر ستودنت أو ذا تشارتر ستودنت، اللي هي كتبت بالطباشير يعني. كتبت إيه بالطباشير هذه الطالبة؟ هذه الطالبة تضامنت مع حقوق العمال غير المثبتين في جامعة لندن. تضامنت معهم في حقوقهم في التثبيت والرعاية الصحية إلى آخره. فكتبت رأيها على أرض الجامعة وليس على جدران الجامعة، وبالتباشير وليس بأي وسيلة أخرى. اعتبر هذا الرأي في حيثيات الحكم عليها من إدارة الجامعة أنه عمل مخرب، لأنه ليس من حقها الكلمة الإنجليزية التي استخدمت to trespass يعني تتعدى على منشآت الجامعة. كان من وجهة نظرهم أن هذه الطالبة تستحق العقاب لأنها تعدت على منشآت الجامعة بالكتابة بالطباشير على أرض أو على أسفل الرصيف في هذه الجامعة. أنا أسوق هذه المقارنة لأن بنقول في أوقات كثيرة القضية هنا هي قضية عادلة جدا التي تدافع عنها هذه الطالبة، والوسيلة التي استخدمتها هي ليست وسيلة لا عنيفة ولا متجاوزة في عرف ما نراه. فأين مما فعلته هذه الطالبة ومن العقاب الذي نالته من التعبير عن الرأي بحرق مؤسسات الجامعة، تكسير مؤسسات الجامعة، وعض أساتذة الجامعة. ما رأيكم؟ يعني أعتقد أن بقدر من العقل البسيط، وليس مقارنات من نوع في أوروبا ودول متقدمة، ولكن مقارنة إنسانية بسيطة جدا. هذه قضية عادلة أريد التعبير عنها
باستخدام حق التعبير بالكتابة، استخدم حق التعبير بالكتابة اللي هو ليس بالتشبيه. وبالمناسبة ما يكتب على الحوائط في بعض الأحوال توجد قوانين في غيرنا من الدول التي تسمي هذا تخريب، تسميه فانداليزم، وهذا التخريب مجرم بكل مقاييس.